النهاردة بقى هشارك معاكم صينية اللازانيا بالفراخ. بيسموها هنا في ايطاليا او الطلاينة، يعني بيسموها اللازانيا البيضة، لان مش بيستخدموا فيها صوص طماطم، عبارة عن فراخ وشوية من الخضار، والخضار ده كمان تقدروا تلعبوا فيه براحتكم خالص. هقول لكم كل الحاجات اللي تطلعها معاكم مستوية وطرية من غير ما تسلقوا اللازانيا، وهقول لكم كمان سواء لحمة او فراخ كل الحاجات اللي تخليها طالعة معاكم دايبة زي ما انتم شايفينها كده. يلا بينا على طول علشان نبدأ. وانا بشتغل هقول لكم ايه المقادير بتاعتي. في البداية عشان اعمل خلطة الفراخ عندي طاسة كده هسوي فيها الخلطة دي، هحط معلقة من الزيت ومكعب حلو كده عشان يطعم ليا الفراخ من الزبدة او معلقة من السمنة. وعندي بقى الكمية اللي انتوا تحبوها من الفراخ دي، صدور فراخ غسلاها كويس ومنشفاها كويس جدا جدا جدا، وقطعتها بقى مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفينها كده. التقطيعة دي برضو بتاعتكم، بس انا بحبها تبقى ايه مكعبات صغيرة زي ما انتوا شايفينها كده. بسيب النار عالية عادي خالص، مش بقلب فيها، مجرد ان انا بس بفردها في الطاسة علشان ما تبقاش يعني طبقات كده. وبعد ما بحس ان هي خلاص بدأت ان هي تاخد لون من تحت، ببدأ اضيف عليها شوية من التوابل. عندي بابريكا، فلفل اسود، وعندي ملح، نص معلقة من النعناع المجفف اللي هو اللي بيبقى الناشف ده، وعندي ورق لورا مطحون او ممكن تحطوه ورقة كده على بعضها. عندي توم باودر وبصل باودر، ربع معلقة من كل حاجة. وعندي اخر حاجة 7 بهارات. وببدأ ان انا اقلب كويس. ممكن تستغنوا عن ال7 بهارات، تستغنوا عنها وتضيفوا مثلا بهارات فراخ. ما تستغربوش، النعناع الناشف بيديها طعم حلو جدا، مش بيبان فيها نعناع ولكن بيديها نكهة مختلفة وحلوة. وممكن تضيفوا اي اعشاب انتوا بتحبوها. عندي بقى شوية من الخضار، بصلة كبيرة كده حلوة، وعندي جزراية، وعندي كرفس. انا الكرفس دايما ببقى حطاه في الفريزر، فلو انتوا مش موجودة عندكم مش مشكلة خالص، ممكن تستغنوا عنه، مفيش اي مشاكل. هبدأ بقى بحط الخضار اول ما بحس ان الفراخ اخدت لون وما فيهاش اي سوائل. الحاجة اللي احنا عملناها قبل كده مع بعض دبس الفلافلة او معجون الفلفل الاحمر، هسيب لكم الفيديو بتاعه في صندوق الوصف تحت الفيديو، باخد منه معلقة. لو مش موجود مش مشكلة، ممكن كمان تضيفوا فلفل احمر عادي طازة وتقطعوه قطع صغيرة مع الخضار. ممكن تضيفوا فلفل الوان. كل الحاجات دي خضار مفيد وصحي، ويزود الكمية معاكي وبرضه هيخلي طعمها حلو. حطيت كمان نص معلقة كده من الثوم، وهبدأ بقى اقلب كل الكلام ده مع بعض كويس جدا. انا بقلب على نار عالية لحد ما الفراخ عندي تتشوح كويس وتنشف تماما. بعد ما بتنشف بضيف ليها ربع كوباية بس من المية، وبسيب برضو النار عالية لحد ما تغلي عندي. بقلبها تقليبة بسيطة كده، وهبدأ ان انا اهدي عليها النار وغطي عليها عشان تستوي والخضار بتاعي يبقى مستوي وطعمه حلو. بعد كده بقى هدخل اعمل البشاميل. كل الحاجات دي بسويها مع بعض، والبشاميل لازم معايا يبقى خفيف وسخن. حطيت معلقة كبيرة من الزيت، معلقتين من الزبدة، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار هرميين كده من الدقيق بتاعي. وبعد كده هقلبهم كويس جدا، ويفضل ان انتوا تقلبوا بمضرب علشان الدقيق ما ياخدش لون او يتحرق او يكلكع منكم. فانا هشيل معلقة خالص وهمسك بقى المضرب بتاعي، وهبدأ اقلب كويس جدا لحد ما الدقيق كله يفك معايا ويختلط بالزبدة كده. وبعد كده هسيبه على برضو نار متوسطة مع التقليب المستمر لحد ما لونه يعني يغمق سيكة كده، علشان يبقى واخد تحميصة حلوة معايا. وبعد كده بقى هنزل بلتر من اللبن. الازازة دي ما كانتش كاملة ولكن انا زودت، يعني ما جاتش في الفيديو بس انا زودت لحد لتر. معلقتين كبار هرميين من الدقيق على اللتر. انا محتاجاه بشاميل خفيف، وهوريكم دلوقتي السمك بتاعه. هقلب كويس جدا جدا جدا، واول ما احس ان اللبن سخن هبدأ اضيف البهارات بتاعتي. ضفت عندي ملح، معلقة صغيرة من الملح، وممكن تدوقوه عادي بعد ما تحطوا، يعني زبطوه على حسب ذوقكم. وفلفل اسود، وحطيت كمان جوزة الطيب. دي كل البهارات اللي انا بحطها على البشاميل او اي صوص ابيض طبيعي. بقلب بقى فيه وبستمر في التقليب لحد ما بيجمد عندي، مش بيبقى قوام متماسك ولا وسط، بيبقى خفيف. اللازانيا
ادام مش بتتسلق محتاجة الصوص بتاعها يبقى خفيف اللي هو البشاميل، وكمان خلطة اللحمة او الفراخ تبقى سخنة، يعني ما تسيبوش الحاجة تبرد وبعد كده تحطوا اللازانيا. انا عندي شرايح اللازانيا الطازة، وما تنسوش ان احنا عملنا مع بعض اللازانيا في القناة، هسيب لكم برضو فيديو اللازانيا عملناها من اول العجينة، هسيبه لكم اتفرجوا عليه وشوفوه. او ممكن تستخدموا اللازانيا المصانع العادية اللي بتبقى عاملة زي المكرونة العادية كده، بتبقى شوية ناشفة. عملت بقى ايه، اخدت معلقتين كده من البشاميل حطيتهم على الفراخ اللي عندي، وبعد كده جبت البايركس بتاعي وهبدأ احط اول طبقة من تحت هي طبقة البشاميل. بحط معلقة، معلقة ونص، يعني على حسب ايه حجم الصينية بتاعتي وعلى حسب ما انتوا شايفينها. محتاجة بس يبقى في طبقة حلوة تحت من البشاميل، وبعد كده هنزل بشرايح اللازانيا بتاعتي. حطوها على حسب برضو حجم الصينية وشكلها. انا بحط 2 قصاد بعض كده، وبعد كده باخد واحدة كده بقطع منها قطع بسيطة لأي جزء باين، وبعد كده بقى باخد شوية من الفراخ. اللازانيا عموما سواء فراخ او لحمة مش محتاجة منكم ان انتوا تحطوا بين الطبقات كمية وفيرة من اللحمة، مش زي البشاميل خالص او المكرونة البشاميل المصرية بتاعتنا، لا هي بتبقى معتمدة على ان هي طبقات، وبين كل طبقة والتانية جزء بسيط من الفراخ او اللحمة، وفي الاخر كل الاجزاء دي بتتحط كلها في قطعة واحدة، فما تقلقوش خالص. حطيت بقى قطع حبة بساط كده من الفراخ، وبعد كده شوية من الجبنة الموتزاريلا، وبعد كده احط البشاميل. بس اول حاجة بحطه كده على الاطراف عشان اتأكد ان كل الاطراف متغطية بالبشاميل، لان دي اكتر مشكلة بتواجه الناس في اللازانيا، هي اللي الاطراف بتاعتها بتبقى ناشفة معاهم. وبعد كده هرش رشة من الجبنة المبشورة، الجبن تقدروا تستغنوا عنها مفيش اي مشاكل. وبعد كده هحط تاني طبقة، ولو في اي تراب باينة بزودها. بحط شوية من الفراخ اللي عندي او صوص الفراخ اللي عندي، وهكذا بقى جبنة موتزاريلا، وبعد كده البشاميل بتاعي، وبعد كده شوية من الجبنة المبشورة. طبقات اللازانيا ما ينفعش تزيد عن 5 طبقات، يعني 6 و7 و8 والكلام ده كله ما ينفعش خالص، لان اللازانيا بتبقى معمولة فيها بيض، بتنفش في الفرن وبتخرج وبتبهدل لكم الدنيا على الاخر لو زودتوا عليها. يعني عموما هنا اللازانيا الفريش زي اللي انا جايباها دي بيبقى يعني تبقى على قد 5 طبقات مش اكتر من كده، لان هي لما بتنفش بتبهدل الدنيا، بتخرج كل الصوص اللي فيها، وده بيبقى اساسي في ان هي تطلع معاكم ناشفة. فحطوا لها بس 5 طبقات، وكمان لو انتوا حرف الصينية بتاعكم مش عالي حطوا 4 بس مش اكتر من كده. اخر طبقة للازانيا بسيب لها حاجة بسيطة قوي من الفراخ، ودي مش اساسي، ممكن تحطوا بشاميل بس، ولكن انا بحب يبقى فيه لون الطماطم كده مع البشاميل الموجود. عموما هنا مش بيحطوا طبقة كاملة من البشاميل زي ما احنا بنحبه، احنا بنعز البشاميل قوي فبنزوده كده على الوش. بيبقى بس مكتفيين باللحمة اللي فوق، وحاطين بشر جبن او جبنة موتزاريلا على الوش. فانا حطيت شوية من الفراخ عشان بس يدوا لون مع البشاميل، وبعد كده حطيت جبنة الموتزاريلا، وحطيت شوية من البشاميل حاجة خفيفة قوي، وحطيت جبنة مبشورة، ونضفت بقى اطراف الصينية ودخلتها الفرن على طول على درجة حرارة عالية. انا مش بغطيها، بس انتوا لو خايفين ان اللازانيا بتاعتكم تطلع مش مستوية تقدروا تغطوها شوية وتكشفوا عليها قبل ما بتخرج بحاجة بسيطة علشان تاخد وش معاكم. انا بفتح لها الشواية، الفرن بتاعي ما بيشتغلش فوق وتحت، بفتح الشواية ما بتاخدش وقت خالص في الفرن، يعني 40 دقيقة ممكن او 45 دقيقة على درجة حرارة متوسطة لحد ما بتستوي معايا. طالعة كل السوائل موجودة فيها، يعني ما بتخرجش اي سوائل، مش ناشفه، ادام ظبطت لها الصوص بتاعتها او البشاميل بتاعتها وحطيته كل حاجه على السخن هتطلع معاكم مستويه وناجحه جدا. اتمنى الوصفه النهارده تكون عجبتكم، عاوزاكم تكتبوا لي رايكم فيها في الكومنتات تحت، واللي هيجربها وعجبته يقول لي رايه فيها برضو بعد ما يجربها. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد عن قريب. مع السلامه.